ماشي. مراجعة الجافا سكريبت نحاول ان احنا نراجع عليها سريعا كده، بعد كده ان شاء الله نخش على التطبيق العملي بتاع امبارح نكمله، ثم اللي خلص الحاجات بتاعت امبارح ان شاء الله عندنا اللي هو البورتفوليو لو ان شاء الله نلحق نعمله يعني. طيب بسرعة كده، لو فاكرين كلمة سينتاكس، ايه الفرق ما بين كلمة سينتاكس وستيتمنت في الجافا سكريبت؟ وانستنت. سينتاكس، ستيتمنت، انستنت. كلها مسميات. الكونستراكتور، يلا يا عم. السنتكس طريقة كتابة سينتاكس طريقة كتابة الكود، أيا كان كود إيه، جافا سكريبت، جافا، سي، سي بلس بلس، أيا يكن. إيه تاني؟ صعب. عليكم السلام. الستيتمنت، يعني إيه ستيتمنت؟ سطر الكود نفسه. تمام. انستنت، يعني إيه انستنت؟ أو كونستراكتور. دايما بحاول إن أنا أقولها كتير في كلامي لما نعمل نيو حاجة. فاكرين؟ نيو اري، نيو اوبجكت، يبقى انستنت او كونستراكتور، يعني انا بعمل نيو حاجه، نيو اوبجكت من حاجه معينه. فاكرين بروميس؟ لما عوزت ان انا اعمل نيو بروميس ويكون في عندي تو بارامترز جوه الفانكشن بتاعته اللي هي الريزولف والريجكت، كنت بعمل مثلا فاريبل واسويه اقول نيو مثلا اول حرف بيكون كابيتال بروميس اوبجكت اري ايا يكن، ثم بخش في البارامترز بتاعتي وابدا ان انا احط الداتا. فاكرين الكلام ده؟ يبقى السنتكس هي طريقه كتابه الكود ده، عشان ده الكلمه دي هتلاقيها ثانيه او مره ثانيه في انواع الايرورز لو انت بصيت عليها. تمام؟ لو انا على سبيل المثال قلت فار نيم ايكوال وسكت ما كتبتش حاجه فيعمل لي ايرور، صح؟ الايرور ده نوعه ايه؟ الايرور ده هنتكلم عليه كمان شويه اسمه نوع سينتاكس ايرور، وهي الفكره ان في شكل ما من الكود مش كامل، مش صح، في طريقه مكتوبه غلط. تمام؟ طيب الستيتمنت هو سطر الكود نفسه، فانا قلت لك انا عندي مثلا الستيتمنت رقم 13 يبقى السطر رقم 13. طب ده هتلاحظه فين؟ هتلاحظه مثلا لو انت عندك ايرور في الكونسول بيكتب لك كده ستيتمنت 13 كذا كذا كذا، النوع بتاعه كذا والمسج بتاعتها كذا. تمام؟ طيب عندي هنا الفاريبل سنتكس بتاعتنا بتتكون من حاجتين، الجافا سكريبت بتتكون من حاجتين، باجي اعمل فاريبل في البدايه بجيب اسم الفاريبل بتاعي ايا يكن الاسم ده ايه، انا ممكن اسميه احمد، ممكن اسميه سمير، ممكن اسميه نيم، ممكن اسميه ايج، ايا يكن. هي الفكره هنا ان انت حضرتك ممكن تسميها زي ما انت عايز. طيب بدات ان انا اسميها زي ما انا عايز، يبقى هناديها بنفس الاسم ده عشان تطلع لي الفاليو دي. طيب انا هنا عملت ايه؟ انا عملت تساوي، عملت assignment، عملت ده يساوي ده. فانا لما عاوز اطلع الناتج ده اللي هي جيمس بوند ده، يبقى انا محتاج ان انا اروح انادي على ده. كان في حد زمان كان بيقول لي طب لو انا ناديت على ده هل ده هيطلع لي؟ لا، هو ده بالنسبه له ايه؟ ده بالنسبه له string، كلام ايا يكن يعني. تمام؟ ده متخزن فين في الميموري؟ ده متخزن في الفاريبل اللي اسمه نيم. فده كده اول ما حضرتك الكومبايلر، قلنا الكومبايلر هو الشخص الترانسليتور ما بيني انا كمبرمج وما بين الكمبيوتر نفسه او الميموري اللي بتخزن فيها الحاجه. تمام؟ طيب هو بيروح ياخد الفاريبل بتاعي اللي قيمته اصبحت جيمس بوند از سترينج، تمام؟ ما بين كوتيشن يعني سترينج يعني كلام، راح خزنها لي في ميموري يعني صغيره شويه ايا يكن الميموري دي اسمها ايه، هنسميها على سبيل المثال دلوقتي رام. تمام؟ رام خاصه بالبراوزر او رام خاصه بالجهاز بتاعي. تمام؟ بدأ ان هو يخزنها لي هناك ويقول لي لما تعوز تجيب النتيجه دي من فضلك ناديلي على اللي انت خزنته جواه. فاذا انا عمري ما هشوف ما بداخل النيم غير لما نادي على مين؟ على البوكس اللي اسمه نيم ايا يكن ايه هو اسمه يعني. تمام؟ طيب يبقى انا كده عندي الاول انا ببدا بحاجه اسمها فور او ليت او كونست. تمام؟ بعد كده اسم الفاريبل بتاعي ان انا ببدا اعرفه، ومن ثم بعمل عمليه التساوي او الاساينمنت اوبريشن، وببدا ان انا احط الفاليو بتاعتي. الفاليو دي ممكن تكون ايه وايه وايه وايه؟ سترينج، بولين، تمام؟ نمبر، نل، undefined، اوبجكت واري، في حاجه تاني؟ اعتقد احنا قلنا كل حاجه تقريبا. طب تعالى نبص عليها تاني. طيب
احنا قلنا الداتا بتاعتنا في نوعين، عشان لو سمعتها في اي انترفيو او اي كورس انت بصيت عليه. في حاجه اسمها primitive types و non primitive types او composite. ماشي؟ هي فكره البريميتيف ان هي بتكون numbers strings boolean null undefined. non primitive وهي الاوبجكت والاري. وكنا قلنا المره اللي فاتت ان نوع النمبرز كان ايه؟ نمبر. نوع السترينج ايه؟ سترينج. نوع البوليان ايه؟ بوليان. نوع النال ايه؟ اوبجكت. طيب نوع الانديفايند ايه؟ اوبجكت. نوع الاوبجكت ايه؟ اوبجكت. الاري. ايه الفرق ما بين الاري والاوبجكت؟ كنا اتكلمنا عنها وهنتكلم عليها تاني. حد فاكر؟ ايوه؟ زي الديكشنري. الاوبجكت شبه الديكشنري او مثلا حاجه المرتبه المنظمه. الاري. الاري انا عندي دولاب رحت رميت فيه كل حاجه، شرابات على هدوم على ما اعرفش ايه. الله ينور عليك. الاوبجكت لازم يكون فيه كي وفاليو. طب ده الاوبجكت. طب الاري بحط الفاليو على طول. طيب السنتكس نفسه مش عارف فاكر الاري ده ممكن يتعمل فيها كيو فاليو بس مش عندك في اللغه الثانيه غير الجافا ولا لا، عندنا في جافا سكريبت فاليو فقط، ده في الاري. طيب بعيدا عن الجافا في اللغه لا الثانيه مش عارف الصراحه، بس هي عمرها ما بتكون يعني. حتى في البايثون في حاجه اسمها ليست بتحط الفاليو على طول. تمام. طيب ايا يكن السنتكس بتاع الاري والاوبجكت ايه؟ كيرلي براكت ده في الاوبجكت، والتاني براكت بس، براكت كده تحس ان هو مستقيم. تمام. طيب احنا اتكلمنا كذا مره على فكره السكوب، وقلنا ان احنا عندنا 2 سكوب، جلوبال ولوكال سكوب. اللوكال ده ممكن تلاقيه اللهم صل على محمد. يا اما فانكشن سكوب. الجلوبال سكوب في الاغلب انا بستخدم معاه ايه؟ فور، عشان الفور هو يعتبر جلوبال. بس احنا عندنا في الجافا سكريبت الجديده او في التحديث الجديد لو بدات تدخل الفور دي جوه جلوبال هتتشاف لوكال سكوب. طيب لو شلتها خالص كاني كتبت ايه؟ كتبت فور. لو شلتها بره او لو هي موجوده جوه ومفيش حاجه معاها يبقى هي جلوبال في كل الحالتين. عشان كده بقول لك خلي دايما الفور مع الجلوبال تكون بره، خلي الليت مع اللوكال تكون جوه. تمام. طيب عندنا انواع من السكوبس، الفور والليت احنا قلنا دي يفضل تكون جلوبال، دي يفضل تكون لوكال. الكونست اختصار كونستنت، يعني الفاريبل بتاعي قيمته ثابته ينفع اغيرها بعدين. تمام. طيب انا واجهتني مشكله، عندي فايلين جافا سكريبت، واحد اسمه مين واحد اسمه سكريبت دوت جي اس. في المين عملت كونست اكس ايكوال 5، ده في المين جي اس الفايل الاولاني. طب في الفايل الثاني رحت عملت كونست اكس ايكوال 6، هل هيحصل كونفليكت؟ المين الفايل الاولاني عملت كونست اكس ايكوال 5، عملت فايل ثاني كونست ايكوال او كونست اكس ايكوال 6، هل هيحصل كونفليكت؟ لو هما الاثنين متفقين على نفس ترتيب الفايل. هتبقى مناديل في الملف بتاع HTML. الاثنين مناديل. طب ما عندي واحد قبل التاني هو بيدخل على الملف التنفيذ الاولاني لاين باي لاين. وعلى حسب الملف الاولاني التنفيذ يعني. طب يعني لو الكونستنت الاول مش هيتغير. تمام. ولو هو التاني هيتغير على الكونستنت التاني. هو مش هيدخل على الملف الاول ان هو ينفذ. هو دخل في الفايل الاولاني بقى قيمته ثابته 5، والملف الثاني برضه قيمته ثابته بس 6. انا بنستخدم نفس الاسم. بس هو مش هيخليني اصلا اكمل ان انا اعمل كونستنت اكس لان هي تبقى عنده. يعني هيحصل ايرور ولا هنكمل عادي ونشوف 5 و6؟ لا. طب ده كان سؤال انا واجهته انا شخصيا، انا ما كنتش عارف اجابته. الاجابه لقيتها غريبه جدا بالنسبه لي، ان الليت والكونست الاثنين دول لوكال سكوب على الفايل اللي هم فيه، تمام؟ يعني هيتقرا هنا وهيتقرا هنا عادي مفيش مشكله. اما الفار فهي جلوبال سكوب على الفايلين. يعني فرضا لو انت عامل اكس هنا في الفايل الاولاني ورحت الناحيه الثانيه هيحصل له ابديت، يبقى ده لوكال وده لوكال على الفايل اللي هم فيه، وده جلوبال. ده كده ايه؟ سؤال سهل. يعني كده هيبقى الاثنين؟ يس.
طيب حتى لو ثانية ممكن تجربيها تاني حتى لو هما الاثنين يعني ملفين متربطين على على HTML واحد. تمام؟ طيب اتكلمنا على الاوبريشنز اللي موجوده عندنا زي الارثماتيك، زي الاساينمنت، زي الكومباريزن، زي اللوجيكال. وقلنا الارثماتيك هي عمليات الجمع والطرح والضرب والكلام ده. قلنا لو انت عايز تعمل جمع بلس ماينس مالتيبليكيشن ديفيجن مودولس والانكريز والديكريز. كان اتكلمنا على حته الانكريز والديكريز. لو انت جبت الحرف قبل الانكريز فده كده معناه هيطبع ثم يجمع. طيب لو انت عكست الجمع الاول ثم الحرف يبقى هيجمع ثم يطبع. طيب احنا عندنا في الجافا سكريبت يوم ما نستخدمها فين؟ حد فاكر؟ في اللوب عندنا الفور وعندنا الوايل والدو وايل. بنستخدم انه شكل؟ الحرف الاول بعد كده الجمع ولا الجمع ثم الحرف؟ الحرف الاول بعد كده الجمع. تمام؟ نفس الفكره في التكريس. هنا انا بدل ما انا عملت بلس بلس يبقى انا بجمع حاجه واحده بس او بطرح حاجه واحده بس. تمام؟ عندنا الاساينمنت قلنا ابدا لو احنا عندنا يساوي واحده يبقى معناها ان انا بساوي ايه بايه؟ الفاريبل بالقيمه بتاعتها. طيب قلنا بلس ايكوال ده معناه ايه؟ ان الداتا الجديده هتنتظر تاخد الداتا القديمه ثم تجمع عليها الرقم اللي حضرتك حطيته له. هنا مثلا هنا الداتا الجديده هتنتظر الداتا القديمه ثم تطرح منها الرقم اللي حضرتك قلته هنا. فهي معناها دي ام ماينس ايكوال 10 معناها بالظبط ام اللي هي الجديده ايكوال الام القديمه ماينس ال 10 اللي حضرتك حطيتها. نفس الكلام في المالتيبليكيشن، نفس الكلام في الديفيجن، في المودولس الى اخره. طيب اتكلمنا على الكومباريزن المقارنه. دي علامه الاصغر من الحاجه اللي بصلها اللي هي فتحه البتاع دي اللي هي بوز البطه اللي بصلها هي الكبيره. فلو هي عند الناحيه دي يبقى دي اصغر من، عند الناحيه الثانيه يبقى اكبر من. انت لو عايز تعمل اكبر من او يساوي بتحط اليساوي بعد علامه الاكبر او الاصغر من. طيب بدات ان انت تحط 2 يساوي يبقى انت كده بتقارن ايه بايه؟ الفاليو بالفاليو. طب 3 يساوي فاليو تايب بفاليو وتايب. طب لو انا عايز اعمل نوت بس في مقارنه، يعني اعمل نوت في مقارنه تقول لي هل ده لا يساوي ده يبقى اقول علامه التعجب وايكوال بعدين. طيب عايز اعمل مقارنه، طبعا ده بيقارن ما بين الفاليو والفاليو. عايز اعمل مقارنه ما بين الفاليو والتايب والفاليو والتايب في النوت يبقى احط 3. قلنا اخر كام ساين؟ 3 ساين. تمام؟ طيب هنا اللوجيكال هنا بس عمليه الاند والاور والنوت. الاند بعمل 2 اند بالشكل ده يبقى انا مفترض ان التيبل بتاعي بيكون لازم يتحقق فيه الشرطين عشان يطلع لي ترو. اي حاجه غير كده فولس. طيب الاور عصايتين واقفين بالشكل ده فوق زرار الانتر، عملت شيفت هتدوس عليها هيعمل لك الشكل ده، دوس عليه مره ثانيه هيعمل لك الشكل ده. كده انت عملته اي حاجه هتطلع اور ما عدا من الحالتين ما تتحققش يطلع فولس. طيب علامه النوت اللي هي شيفت وواحد من فوق هيعمل لك علامه التعجب الحاجه وعكسها، كانت فولس تبقى ترو، كانت ترو تبقى فولس. طيب اتكلمنا عن الكنترول فلو وقلنا الكنترول فلو بالفلو هي عباره عن اف ايلس ودو وايل ووايل لوب وفور لوب وهكذا. وقلنا اول قاعده احنا هنتكلم عليها هي كانت الاف ايلس. الاف ايلس معناها ايه باللغه العربيه؟ لو هي كذا هتعملها عكس كده. تعتبر نستد اف بس بشكل ثاني. يعني ايه نستد اف؟ يعني اللي انت دلوقتي اف بس بحالات مختلفه زي اف. لا نستد اف يعني انا دخلت اف جواها. بص تعتبر مش ما ينفعش تعتبر. ليه؟ واحده ركز معايا طب عشان اقول لك الاجابه. لو انا قلت اف وجواها اف، مركز معايا؟ لو انا قلت اف وجواها اف معناها ايه؟ ان انا هخش هنا الاول اطبق ده، ما طبقتش هطلع بره. طب دخلت جوه وطبقت ده وطلع صح، هخش تاني على اف تانية اطبقه، لازم تطلع صح. يبقى الاثنين لازم يطلعوا صح عشان تطبق الكود. طيب ده كده النستد اف. لو الحاله الثانيه اللي هي اف ايلس يبقى المفروض تبقى ايه؟ تبقى اف الاولانيه لو ما اتطبقتش مش هشوفها واروح اشوف الاف ايلس او الالس اف. اسف، الالس اف. ما اتطبقتش اروح اشوف واحده ثانيه، ما اتطبقتش اخر حاجه بطبق ايه؟ الالس. صح
صح ككود انا استعمل ده واستعمل السويتش على طول. على حسب الحاله، احنا في الاغلب بنستخدم الاف دايما. السويتش تقريبا ما بتضمنش حته ان انت تحط له شرط، انت بتحط له حاجه وخلاص صح؟ على حسب الحالات بالظبط كده، هنتكلم عليها كمان شويه. الاف بنستخدمها كتير. ليه؟ لان هي عندها شورت كات كده كنا خدناها في الاكما سكريبت، حد فاكر؟ الترنري طيب اللي هو انت بتكتب الحاله هنا على سبيل المثال اكس اكبر من او يساوي 5، لو الكلام ده صحيح المفروض بتعمل لك الترو، عكس كده اللي هي الكولون بتعمل لك الفولس. غالبا شفتها كده ينفع برضه تحط بعد اي حاجه تحط علامه استفهام وتحط شرطين تانيين. جميل، جيت قلت ان الاكس اكبر من او يساوي 5 علامه استفهام، قلت اكس اكبر من او يساوي 6 بالشكل ده علامه استفهام، حطيت هنا الترو، حطيت هنا الفولس، وبعد كده في النهايه حطيت الالس الاخيره اللي هي الفولس. يبقى دي الترو بتاع الكابتن ده، وده الفولس بتاع الكابتن ده، وده الترو بتاع ده والفولس بتاع ده. يبقى تقدر تحط 2 تيرمينال او تيرمينال في نفس الايه؟ في نفس الكود او في نفس السطر عادي. ده كده اف جوه اف، دي كده اسمها نستد اف. تمام؟ طيب اتكلمنا على قلنا سؤال، هل ينفع يكون في اكتر من else؟ لا. طب ينفع يكون في اكتر من if؟ بس لو انا عندي if بعد كده بلوكات ثانيه if بعد كده بلوكات ثانيه if، ده معناه ايه؟ تقريبا اند اكتر من شويه. بعمل ايه؟ بعمل حاجة شبه if السويتش. طلعت if طلعت if، ها ده معناه ايه؟ كل واحدة هتنفذ لوحدها. ايه؟ لو مش جوه بعض كل واحدة هتنفذ لوحدها. الله ينور عليك، كل واحده هتتنفذ فعلا لوحدها، كل واحده هتتنفذ، معنى كده ان مفيش اختياريه، يعني مفيش لو واحده ما اشتغلتش او اشتغلت مش هتشوف اللي بعدها، لا دي كده اف لوحدها. يبقى اف كل واحده هتتنفذ اجباري. طيب لو قلنا مثلا اف بعد كده طلعت اف بعد كده طلعت اف وفي الاخير الس، الس دي بتاعت مين؟ اف الاخير. ها؟ اللي جواها مش فاهم حاطين لا مش اللي جواه. انا قلت اف اهي، طلعت بره السكوب، اف ثانيه طلعت بره السكوب، اف ثالثه، وفي الاخير في الس. الالس دي بتاعت انا واحده الاخيره، اخر حاجه انا بشوفها معاها الس لازقه فيها يبقى هي دي بتاعتها. طب الاثنين معاهم الس معهاش الس عادي مفيش مشكله. تمام؟ وده كان الورك الفلو تشارت بتاعها، اللي انت بدات الابلكيشن بتاعك دخلت جوه الكونديشن بتشوفه هل هيتحقق ولا مش هيتحقق، او هيتحقق ولا مش هيتحقق. لو اتحقق هينفذ لي الابلكيشن ويطلع اند يعني يطلع بره، لو ما اتحققش نفس الفكره هيطلع بره مباشره بعد ما ينفذ الكود الداخلي. طيب كان في سؤال سالته لما شرحت اليوز كيس، هل الاف محتاجه بريك عشان تطلع؟ لا. طب لو انا حطيت بريك ممكن في ال SF لو حصل حاجه معينه بريك ما كملش. هو البريك بيتفرد فيها اصلا لو الشرط ما اتحققش. يبقى البريك ليه لازمه؟ سطر كود كده ملوش لازمه، دي بس حاجه ممكن برضه يتحط في حاله الشغل بس. ممكن يتحط في اي حته عادي مفيش مشكله. يعني انت لو حطيته هو مش غلط وهيشتغل، بس هل ليه لازمه؟ هي دي بس الفكره. طيب السويتش ايه الفرق ما بين البارامتر اللي بيخش مع السويتش والبارامتر اللي بيخش مع الاف؟ حد فكر؟ بص هنا البارامتر اللي كان بيخش مع السويتش والبارامتر اللي بيخش مع الاف. في الاف بنستخدم الاف كونديشن بالظبط كده، انا بعمل عمليه الكومباريزن كامله. تمام؟ ان الرقم مثلا او الفاريبل بتاعي في مثلا مقارنه ما بينه وما بين شيء تاني. اما السويتش بعمل ايه؟ بحط قيمه والكيسز هي اللي بتعمل مقارنه ما لوحدها. ينفعش احط اقواس واحط نوب. ليه؟ لان هنا بدل الواحد دي ممكن تعمل مثلا النمبر اكبر من 2. لو الكيس دي اتحققت خلاص هو بقى بعد كده هينفذ الستيتمنت دي، ستيتمنت اهو سطر اهو، ثم يطلع بريك. فرضا عندي كيس ومفيش بريك هنا، ايه اللي هيحصل؟
ايه؟ الله ينور عليك. لو دي اتحققت وما عنديش بريك هيخش على الكيس الثانيه لغايه لما يلاقي بريك. طب فرضا ان الحاله الاولانيه والثانيه والثالثه ما اشتغلتش، ايه اللي هيشتغل؟ الديفولت. طب احنا قلنا ان اف ينفع يكون معهاش إلس صح؟ هل السويتش ينفع تكون معهاش ديفولت؟ اصلا السنتكس بتاعها لو ما كتبتش ديفولت هيعمل لك ايرور، مش هيكمل اصلا الكود، مش هيشتغل اصلا. مش في السويتش ان الديفولت بتاعها نو ده انت لازم تكتب الديفولت بتاعها اجباري. تمام؟ اما في الاف لو عايز مثلا تغير بدل ما يعمل بريك يعمل حاجه ثانيه. بص الديفولت بتاعتي وظيفتها ايه؟ شبه الإلس. دي لازم تكون معايا في السويتش. لو انت ما حققتش ولا واحده فيهم الديفولت هي اللي هتتحقق شبه الإلس. لكن في الاف إلس عندنا لو ما كتبتش الإلس مش هتعمل مشكله. هينفذها او ما ينفذهاش وخلاص. اما في السويتش هيفضل يدور على تكملته، الدراع بتاعه او الرجل بتاعته. فين ديفولت؟ فين اختي؟ لو مش موجوده مش هشتغل وهكذا. تمام؟ طيب ده الفلو تشارت بتاعها. انت بتبدا الستارت بتاع البروجرامينج وبتبدا ان انت تعمل كونديشن. لو الكونديشن ده اللي هتقارن بيه الكيسز نفسها، مين اللي فيهم شبه الاثنين؟ تاني واحده، فهينفذ تاني واحده بعد ما تطلع دي ايرور اهو. هيخش هنا هينفذ الستيتمنت وعليه كلمه بريك. اول ما يلاقي كلمه بريك هيطلع من الابلكيشن على طول. تمام؟ طيب كان عندنا حاجه ثانيه غير البريك ما بنستخدمهاش خالص في الجافا سكريبت اسمها كونتينيو. حد عارف ايه هي كونتينيو؟ يعني بتخليك البريك هي الفرق الوحيد ان هي البريك بتخليك تفصل المعادله كلها، انما ده لا بيخش على اللي بعديه وده كانه ما جاش. الله ينور عليك. يبقى لو انا عندي كونتينيو بالظبط كده هعمل اجنور لاي حاجه بعد الكونتينيو تتكتب هنا في السطر جوه. لسه انا في الكيسز الاولانيه تقريبا الكيس كلها بيتعمل لها اجنور. نو، لان انت عندك ستيتمنت. اللهم صل على محمد. عندك ستيتمنت حققت قبل ايه؟ الكونتينيو. والكود عندنا بيمشي سطر سطر، فهينفذ الستيتمنت ثم هيلاقي كونتينيو. لو لقى في نفس الكيس حاجات ثانيه زي كونسول دوت هلو دوت لوج هلو مثلا، يبقى هيعمل لها اجنور ويخش على الكيس اللي بعديه. تمام؟ طيب ما لقاش خلاص كده كده هيخش على الكيس اللي بعديه. يبقى كونتينيو كاني بقول له ايه؟ كمل شوف اللي بعدك. كمل شوف الحاله اللي بعدك. دي كده الفرق ما بين كونتينيو وبريك. بريك بيطلع من المعادله زي ما انت قلت خالص. كونتينيو كمل شوف اللي بعدك. طيب الفور لوب، احنا قلنا اللوب الاساسيه الطبيعيه الستاندرد بتاعت الفور ان انت تبدا تحط الفيرست لفه او اول لفه، بعد كده تشوف النهايه الكونديشن بتاعك اللي هتوصله، في الاخير بتحط الستبس او العداد. حد مثلا يقول لنا مثال مثلا؟ حد عارف يقول لنا مثال على الحته دي؟ لو قلت مثلا ان انا عايز اوزع عليكم ورق بالفور لوب هعمل ايه؟ الله ينور عليك. هبدا من الصفر فاقول مثلا i equal 0، بعد كده العداد او اسف الكونديشن اخر واحد احنا تقريبا نقول 14، يبقى المفروض تكون الاي اقل من 15 او اقل من او يساوي 14 صح. الله ينور عليك. والعداد هنا يبقى كام؟ اي بلس بلس وابدا احط الكونديشن اللي هو ايه؟ كونسول بلوك وزع ورق وزع ورق وزع ورق. تمام؟ طيب طبعا ده الفلو تشارت بتاعها ان انت تبدا البرنامج ثم تشوف الكونديشن. لو هو داخل الكونديشن ده يعني اقل منه بيحقق الكونديشن هيفضل يعمل اللوب بتاعه ثم يزود العداد ويبدا يلف اللفه بتاعته. اهي ده العداد اللي هو iteration، يلف اللفه بتاعته لغايه لما يلاقي نفسه ان هو ما بيحققش الكونديشن. خلاص انا جبت ال 15 فهطلع بره اللوب من غير ما اعمل الاكسكيوت بتاعي. تمام؟ كلمه اكسكيوت عشان احنا لقيناها في البروميس اللي هناخدها كمان شويه. اكسكيوت يعني ايه؟ ينفذ الكود. طب مين هو الاكسكيوتر؟ الستيتمنت اللي بتتنفذ. تمام؟ الستيتمنت اللي بتتنفذ عشان انت هتبص عليها تلاقيها مثلا في البروميس. هنشرحها كمان شويه. طيب ده كان حاله ثانيه. هنا بقول لك الستارت بتاع اللوب، هنا بقول لك الكونديشن اللي هيلف عليها اللوب، وهنا بقول لك العداد اللي هيعمل ابديت عشان يخلص الكاونتر بتاعه وهكذا. طيب احنا قلنا كان في اكتر من فور لوب او في اكتر من لوب. احنا قلنا الحالات اللي شبهها فور اوف،
فور ان والفور العاديه. حد عارف ايه حاجات تانية بتعمل لوب؟ ايه؟ الوايل والدو وايل والفور ايتش والماب. ثانيه واحده بس نخلص دي، خلص واحده بس، خلص واحده واحده. ماب، فور ايتش، وايل. في حاجه ثانيه؟ الايه؟ الفلتر. ايه كمان؟ الماب قلناها خلاص كده، يعني هي الماب، الفلتر، وبعد كده الفور ايتش، بعد كده الوايل والدو وايل والفور والفور اوف والفور ان. اتفضل. الفور اوف دي انا ما شفتش استخدام ليها قبل كده. حلو. انا عن نفسي عمري ما استخدمتها خالص. ليه؟ لان هي نفس الطريقه بتاعت الفور ان. ايه بقى الفرق؟ مفيش فرق، هي الكلمه بس في الاوف. بيبقى في فرق في حاجات تانية انا الصراحه ما تدرجتلهاش، لكن هي الفكره ان الاثنين دول بيستخدموا مع الاريز فقط. اما ده يستخدم مع الاري، مع الاوبجكت، مع الارقام، مع السترينجز لو انت عملت لها سبليت وهكذا. تمام؟ الماب والفلتر والفور ايتش بيستخدموا برضو مع الاريز. يبقى ده وده والماب والفلتر والفور ايتش بيستخدموا برضو مع الاريز. الوايل والدو وايل والفور بيستخدموا مع اي حاجه في الدنيا عادي، مفيش مشكله. اتفضل. أو أنا كنت لسه بقول أهو إن الفور إن والفور أوف بتستخدم مع الأوف على أصلحها. طيب إحنا اتكلمنا عن الواي، وإن الواي لازم يبدأ بالكاونتر بتاعه، ثم يخش جوه في الكونديشن بتاعه، يحط الكونديشن نفسه، أو في البارامتر يحط الكونديشن، وفي الأخير تحط الكاونتر. ايه الفرق ما بينها وما بين الستيتمنت او السنتكس بتاع الفور؟ حد فاكر؟ ايه الفرق ما بين الوايل كسنتكس طريقه كتابه يعني وما بين الفور العاديه؟ الفور بعملها كلها في البيرنسيز اللي هي ايه؟ اللي بتكون القوسين اللي هي الويفي دي بتاعت الفور. بحط البدايه ثم الكونديشن، طبعا بفصل بالسيمي كولون، نقطه وكوما تحتيها. بدايه كونديشن ثم عداد. هنا بطلع بره احط الكاونتر اللي هي البدايه الصفر، تمام، او الاي او الكاونتر او ايا يكن. بعد كده جوه مع البيرنسيز بحط الكونديشن، وجوه الستيتمنت او السكوب بتاع الواي بحط ايه؟ الكاونتر بتاعي او العداد بتاعي. تمام؟ طيب ده طبعا شكل الفلو تشارت بتاعه. ان انت بتبدا الابلكيشن، تخش على الكونديشن، تلاقي ستيتمنت. لو هي اتحققت الستيتمنت دي ببدا ان انا ازود الكاونتر ما دام انا داخل الكونديشن، وارجع تاني وهكذا في الايتريشن بتاعتي لغايه لما اطلع بره الكونديشن بسبب ان الكاونتر ده تخطى ال 10 او جاب ال 10 هنا في الحاله دي، فاطلع فولس واطلع خالص بره الابلكيشن. طيب كان عندنا طريقه هنا ان انا اخلي الجهاز بتاعي يفضل يعمل لوب الى ابد الابدين. حد عارف يعملها ازاي؟ هنا في السطر ده. فكر كده. وتشيل الكونديشن وتبوظ الكونديشن. لا لو بوظت الكونديشن انت الكونديشن قصدي اللي هو الريليت. ليت لا، ده كده الجلوبال سكوب عادي، هتقرا هنا هتقرا هنا. هنعمل ايه؟ يا اما نخليها بلس بلس، يا اما نغير المؤشر بتاع اكبر من نخليه. مين اللي ما هي بلس بلس؟ انا قصدي ماينس انا بقول الكونديشن ذات نفسه بيتعمل غلط بحيث يشتغل الملك. تمام، يبقى انا لو قلت دي اكبر من 10 مش هتنفذ اصلا البدايه. طب لو انا قلت ان الكاونتر اكبر من ال 10 في الحاله دي هيحصل انفينيت لوب. تعال نعمل لها تريس. ممكن تشيل الصفر. ده زيرو صح؟ هيبقى بيقول لك ايه؟ لما يكون اكبر من 10 هتخش جوه. هل الزيرو اصلا اكبر من 10؟ لا مش هيخش جوه. طيب ماشي، انت عايز تعمل دي ماينس ماينس. طيب الصفر اصغر من 10 ولا لا؟ هتخش جوه. هيبدا ان هو يطبع ده، ثم يبدا ان هو يماينس الصفر تبقى سالب 1. يبقى يفضل سالب 1. هل عمر السالب هيبقى اكبر من 10 عشان يقف؟ يبقى يفضل يعمل ايه؟ طول ما هو اصغر من 10 يفضل يعمل انفينيتي. يبقى الطريقه الصح ان انت تخلي دي بس الزيرو يقل كل شويه واحده او مقدار واحد. تمام. الدو وايل، ايه الفرق ما بين الدو وايل والوايل؟ انا بنفذ واحد على الاقل حتى لو غلط. هنفذ شرط واحد حتى لو غلط. بعد كده يبقى مش احنا قلنا هنا في الحته اللي فاتت لو هو اصلا ما حققش الكونديشن مش هينفذ حاجه؟ هنا بقى العكس.
ان انا هنفذ الاول ثم اخش ادور على الكونديشن نفسه اهو. هل الكونديشن بيتحقق عشان انفذ تاني وهكذا. يبقى الفرق في البدايه فقط. انت في الوايل العاديه ما كنتش ينفع تنفذ على طول، لازم تخش تحقق الكونديشن. اما في الدو وايل لازم تنفذ على طول، بعد كده تشوف بقى الكونديشن بتاعك ثم تشتغل عمليه الاتريشن او اللوب اتريشن. طيب الفلو تشارت بتاعك بيقول لك اهو نفذ الكود اهو اكسكيوت ذا كود ثم تشيك هل هو انت لسه في الكونديشن ولا لا. لو انت لسه في الكونديشن هترجع تنفذ الكود الى ابد الابدين حتى تصل الى نهايه المطاف. النهايه بتاعتك هو انك توصل لنهايه الكونديشن بتاعك وتطلع بره اللوب او الدو وايل بتاعك. اتكلمنا عن الفانكشن. الفانكشن دي كلمه فانكشن دي ايه بالنسبه لي في الجافا سكريبت؟ كي وورد. اي كلمه كي وورد يعني كلمه محفوظه بالتين عندي في الجافا سكريبت. تمام؟ زي ايه تاني؟ حد عارف؟ كي وورد اسف فانكشن ماب ايه؟ الري ككابيتال واوبجكت ككابيتال ماشي. الرت وبرومبت وكونفيرم. ايه تاني محفوظ؟ كلمة كونسول نفسها أصلا كونسول محفوظه واللوج بتاعتها محفوظه. كونست والليت والفور محفوظ. ايه تاني؟ والفور والوايل والدو وايل والماب والفلتر والفور اتش والفور اوف والفور ان. ايه تاني؟ والاف والسويتش والالس والالس اف والكلام ده. تمام؟ يبقى اي حاجه من الحاجات دي حتى انت وانت بتكتب في الفيجوال ستوديو كود هتلاقي علامه يعني متلونه بلون ازرق كده او لون اخضر على حسب اللايت بتاعك. فانت كده معناه ان دي كي وورد محفوظه. ما ينفعش اعمل فاريبل بيساوي نفس الكي وورد كسبيلنج، ما ينفعش. تمام؟ طيب بعد كده بتعمل اسم الفانكشن بتاعتك صح كده؟ طيب فرضا ان انا نسيت احط البيرنسيز دول، ايه اللي هيحصل؟ ايه السبب؟ عشان لما نحط بعد كده أصلا بارامتر البارامترز دي أصلا أنا مش عارف بالظبط كده. الفكره في ايه؟ لو انا عندي بيرنسيز فاضيه ده معناه ان انا عندي كام بارامتر؟ هل ينفع؟ طيب عادي لو مفيش بارامتر ده معناه ان هو هيحصل ايه برضه؟ هينفذ اللي جوه فقط، مش منتظر مني ان انا اديله داتا زي البرومبت، مش منتظر منه ان انا اديله داتا. طيب لو انا بدات ان انا ادخل بارامتر او ارجيومنت ياسمين هتسمعهم كتير اكس واي اي بي ايا يكن، معناه ان انا منتظر مني ان انا ادخل داتا. طيب عمليه ان انا ارفق داتا دي مع الجريد نفسها ككول فانكشن اعملها ازاي؟ لو انا عايز انادي على الفانكشن تاني عشان تنفذها بنادي عليها ازاي طيب؟ الله ينور عليك. الاسم ثم البيرنسيز دول. اي اسم بعديه بيرنسيز يبقى ده يعتبر فانكشن. اي اسم بعدها بيرنسيز يعتبر، حتى لو دي حاجه محفوظه في الجافا سكريبت. فاكرين التريم؟ التريم كانت بتعمل ايه؟ مسافه قبل الكلام ومسافه بعد الكلام. مش بتلاقي معاها بيرنسيز كده وانت بتحط فيها كوتيشن فاضيه؟ ده معناه ان دي فانكشن بيلت موجوده عندي في الجافا سكريبت. تمام؟ هنا بص الفرق ما بين دي. بص على دي، بص على اللي قبلها. ادي هنا عندك فانكشن اسمها sum معاها 2 بارامترز وجوه في الكونديشن بتاعك وعندك كي وورد اسمها ريتيرن وفي النهايه بيكول الكابتن ده. هنا عندك فانكشن اسمها جريد بيحط لك جوه مثلا في كونسول وفي النهايه مثلا فرضا ان هو بيعمل كود. ايه الفرق ما بين الفانكشن دي والفانكشن دي؟ دي بتطلع اللور اللي بتعمل ريتيرن للفاليو عشان نستخدمها بعد كده. حلو. يبقى اللي ما عندهاش ريتيرن دي احنا بنسميها void function يعني without return بيتنفذ الداخلي بس. يعني من الاخر مش هترجع لي داتا اقدر استخدمها بعدين. اما الكابتن ده لو هتلاحظ ان هو عمل لي ريتيرن للاس فقط، فاقدر بعد كده استخدمها في اي حاجه فيما بعد زي ما عملنا قبل كده في الاكسيوس ان انت تعمل بوت وباتش وهكذا. تمام؟ اتكلمنا على حوار الحاجات البيلت ان الموجوده عندنا كفانكشن في الجافا سكريبت. اول حاجه كانت بارس انت. البارس انت كانت بتعمل ايه؟
اللي هو العدد صحيح اللي هو 1 أو 1.5 ولا لا؟ تاني عشان انا مش فاهم. بورس بتحول اي سترينج بس. حول اي سترينج نمبر يعني دخلت كسترينج وشوف رقم. ازاي؟ يعني انا دخلت يوسف هيطلع نمبر ازاي؟ اصلا لوجيكال مش لا مش كده يعني يعني طلعني نام اصلا يعني. هتطلع لي الرقم الصحيح بس لو كتبت في الرقم هيطلع لي الرقم بس مش هشوف. بص مفيش حاجه بتحول لي سترينج نمبر ده هو اول. هيحول لكن انا ممكن اشيل لو هو مثلا سترينج محطوط في نمبر، ممكن اعملها بطريقه ثانيه ودي بس هتبقى طريقه صعبه شويه، ان انا اعمل لها سبليت الاول، بعد كده ابدا احول كل رقم وادخلها في اري وابدا تشينج الاري دي كلها تبقى نمبر. فما ينفعش يكون سترينج يتحول نمبر مباشره. لكن البارس انت بتعمل ايه؟ اللي بتعمله ان هي لو انا عندي رقم غير صحيح يعني رقم ديسيمال 1.5 هتاخد ال1 فقط، يبقى هتاخد الرقم الصحيح. طب البارس فلوت بتعمل ايه؟ بتاخد الرقم بالديسمال بتاعه، لو هو عامل 1.5 هياخد 1.5 عادي. واحنا قلنا في زمان خالص لو انت كنت دخلت له 1 يعني رقم صحيح واحد مثلا وعملت بارس فلوت فهيظهر لك في الكونسول 1.00000. طبعا ده في الرياضيه مش هينفع، الزيرو ده ملوش لازمه. فعشان كده في الجديد في البراوزرات الجديده بقى ان انت لو انت عملت رقم صحيح فلوت هيطلع لك رقم صحيح، بس لو عملت له رقم غير صحيح يعني رقم with decimal او ارقام عشريه هيطلع لك الارقام العشريه. طيب الاز فاينايت والاز نيم ايه الفرق؟ فاينايت اللي هو رقم صحيح او تشيك اللي هو لو يبقى از فاينايت انا بتشيك ان هو رقم ولا لا، واز نيم بتشيك ان هو سترينج ولا لا. انا كنت سامع فيديو كان بيقول ديت بتحول السترينج او مش بتحول تبدا تعامله كنمبر. بتتشيك بتقول هو انت رقم ولا لا، هيطلع لك ترو او فولس، يبقى الاجابه او لا. يبقى از فاينايت. اللهم صل على محمد. از فاينايت هل الاجابه بتاعتي رقم؟ لو يطلع لي ترو، لو لا يطلع لي فولس. از نيم يعني not a number يعني ده string. هل ده string؟ لو يبقى true، لو false يبقى او لو لا يبقى false. طيب الحاجات اللي لو string الميثودز اللي احنا بنستخدم عندها وبنشتغل عليها في السترينج، اول حاجه دوت لينس بتجيب لي ايه؟ طيب كلمه يوسف بالعربي اللينس بتاعي يطلع كام؟ 4 ليه مش 3؟ مش احنا بنبدا الاندكس من 0؟ لا بس العدد اللينس يبدا من 1 عادي، 1 2 3 4 5 6 7 8. اما الاندكس لو انا عايز ابدا في اندكس لو عندي اري يبقى 0 1 2 3 4. طيب قلت دوت كار اد، كار دي اختصار لكاركتر اد، وقلت 0 من كلمه يوسف بالعربي هيجيب لي حرف الياء بالظبط كده. طب انا عايز اعكسها اجيب حرف الفاء، فانا كده هحط جوه البارامتر بتاعي بدل الزيرو هحط طول السترنج بتاعي ثم اطرح منه واحد، فتمشي من الشمال لليمين عشان العربي بيكتب من اليمين للشمال فهتمشي العكس. تمام؟ طيب يعني اكتب 1 ناقص 4 هتحط السترنج الاول دوت لينس ناقص الواحد فهيبدا من العكس. طب لو عايزه اكتبها اللي هي سترينج بالقران ممكن نبقى نكتبها 4 3 يبقى انت كده هتجيب حرف الفاء على طول. تمام؟ طيب اندكس اوف ايه الفرق ما بينها وما بين القراءات؟ القراءات بتاخد رقم الاندكس اوف. القراءات بتاخد رقم الاندكس نفسه بتاع الحرف، اما الاندكس اوف بتاخد الحرف ويطلع لك العكس، يطلع لك مين؟ يطلع لك الاندكس نفسه. طب عايز اجيبها من العكس يبقى عندي حاجه اسمها لاست اندكس اوف. طيب عندي سب سترينج، حد فاكر يعني ايه؟ حته من ايه؟ من التورته، حته كده قطعه صغيره. يبقى لو انا عايز ابدا من حرف الواو الى حرف السين يبقى هبدا من رقم كام لكام؟ من الواو للسين من كلمه يوسف. من 1 ل 3 لان هو هيطرح من الرقم الاخير ايه؟ 1. تمام؟ يبقى كده هيجيب واو وسي بالظبط كده. طيب سبليت كانت بتعمل ايه؟
بتقطع كده، عارفين لعبه الفلوت بتاعت زمان دي اللي احنا كنا بنلعبها؟ بتقطع السترنج بتاعي. طيب فرضا ان انا حطيت كوما، ده معناه ايه؟ هيقطع ويفصل بالكل. يقطع عندي الكوب. ايه؟ يقطع عندي الكوب. لما يشوف كوما هيقطع الكوما، يبقى يفرق الجملتين من خلال الكوما. طب شو حطيت داش، عندي الداش يقطع، تمام، عندي الداش بالظبط هيجي بعدها ويقطعها، يبقى دي جمله ودي جمله. السبيسز نفس الفكره، تمام. طيب ما حطيتش حاجه خالص، هيعمل ايه؟ بعد كل حرف هيقطعه من كلمه يوسف، يا واو سي فاء، ارجعها في سترينج عادي، او ممكن تكون في اريه. مش متذكر الصراحه، مش متذكر، تمام، بس اعتقد ان هي هترجع في اريه. طيب ريبليس، انا عندي حاجه مثلا قلت عايز ابدل السين والفاء في الاخير اخليها مثلا الف ولام، يبقى هتبقى يوال مش عارف ايه الاسم بس ماشي. طيب عندي الاري دوت لينس هتجيب لي طول الاري. لو انا عندي يوسف قسمتها بقى عندي يا وواو وسين وفاء، يبقى كده اللينس بتاعي كام؟ ليه مش 3؟ تمام ماشي. الجوين بتعمل ايه؟ بنجمع الاريز مع بعض. ايوه، بس مفصولين من اللي هي بالشرط. بالحاجه اللي انا دخلتها، فرضا مفيش شرط خالص وبقت فاضيه، بتعمل ايه؟ هنتجمع مع بعض. طب بترجع لي ايه بقى؟ سترينج، الله ينور عليك. يبقى الجوين هي فانكشن بترجع لي سترينج، بتجمع لي الاري وترجعه سترينج. البوش بتضيف فين؟ في الاخر. الانشيفت بتضيف فين؟ في الاول. طيب البوب بتشيل منين؟ طب الشيفت من الاول. طيب ريفرس يعني بقى ايه؟ بشقلب، والسورت يعني برتب. لو انا عندي 2 10 5 تبقى 2 5 10. طيب الديت، حد فاكر الديت كان بيطلع لي ايه؟ انا عملت نيو ديت مثلا هيطلع لي الوقت باليوم بالتاريخ بالخط اللي احنا عليه اللي هو جرينتش، بالمعرفش اللوكيشن، لو انت في كايرو لو انت كذا لو انت كذا لو انت كذا. طيب لو انا عايز اجيت الديت فانا عندي فانكشن اسمها دوت جيت ديت، ولاحظ ان طريقه الكامل كيس يعني اول حرف من تاني كلمه بيكون كابيتال وكله لازق في بعض. امال ايه طريقه الكباب كيس؟ وكل الحروف تكون لور كيس. طيب طريقه الباسكال كيس اول حرف من كل كلمه كابيتال، باسكال كيس. في طريقه ثانيه؟ طريقه السناك كيس، التعبان. فاكرين الشرطه اللي انتوا كنتوا بتعملوها في الكباب كيس؟ هتبقى اندر سكور فقط والباقي كله لور كيس عشان لو شفتها في حته، تمام؟ دي اسمها سناك كيس. في طرق كتيره جدا حضرتك ممكن تبص عليها. احنا بنستخدم ايه في السي اس اس؟ الكباب كيس. في الجافا سكريبت الكامل كيس، تمام؟ طيب الدوت جيت مانث يجيب لك دوت جيت يير. ايه الفرق ما بين دوت جيت يير ودوت جيت فول يير؟ زي ايه؟ جيت يير كانت بتجيب لي حاجه واحده، جيت فول يير اكيد بيجيب لي حاجه كبيره شويه. اعتقد ان هو كمان بيجيب الفصل مثلا. الجيت يير يجيب لي السنه اللي انا فيها 2025، فول يير يجيب لي السنه بالشهر ما اعرفش باليوم، تمام؟ السنه كامله. طب هي في فرق ما بينها هي وجيت ديت؟ جيت ديت بيجيب لي الشهر واليوم والتاريخ بتاعه والساعه وكذا 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 وكذا. طيب عندي السيت ديت. السيت ديت دي بتعمل ايه؟ بتجيب لي يوم تاني. يعني لو قلت يوم 15 النهارده ايه؟ النهارده 21 اعتقد. لو قلت يوم 15 يبقى هتجيب لي يوم قديم بالتاريخ بتاعه بالوقت بتاعه باليوم بالاسم بكل حاجه، تمام؟ وعندك شكل الفورمات بتاعه اللي انت عايز تغيره دوت ديت سترينج ودوت لوكال سترينج. انواع التايب ايرورز ودي بقى انا هسالكم فيها. السنتكس ايرور معناها ايه؟ خطا في كتابه الكود. يعني ايه؟
يعني كتب حاجه كلمه فانكشن السبيلنج بتاعها غلط. او الكومبايلر قرا حاجه مش موجوده عنده اصلا في طريقه كتابه الكومبايلر بتاعته. طريقه الكتابه برضه غلط. تمام ماشي. في حاجه ناقصه في الكتابه، قلت نم ايكوال كذا وسكت، او نم ايكوال او اكس ايكوال بس وسكت، او مثلا عملت نمبر ايكوال والسيمي كولون على طول ما حطيتش الفاليو، دي كده سنتكس ايرور. طيب التايب ايرور ايه؟ خطأ في الكتابة نفسها. الفانكشن بدل ما اكتبها functions تقريبا او حاجة زي كده، كتبت او بدل اليو اللي في الاول. تمام؟ مثلا الكونست كتبتها كونست في اس في النهاية. تمام؟ طيب رينج ايرور، عديت الحد بتاع الميموري اللي انت فيه، عملت لوب وسبته كده ورحت نمت وصحيت تاني يوم لقيت الجهاز بتاعك بيولع. طيب ريفرنس، طب مثلا الري 4 ولا الري حجمه 2 مثلا، تبقى دي سنتنس ولا ايه؟ ده هيطلع لك تايب ايرور. تمام؟ طيب الريفرنس ايه؟ ناديت على الاكس والاكس مش موجود. فاكرين حته الهويستنج؟ ايه بقى دي؟ يعني ايه هويستنج؟ قبل ما تعرف فوق ايه؟ عملت ايه؟ لا الفانكشن بتتجنب الهويستنج. يعني حتى لو الفانكشن بتعرفها تحت خالص وانت ناديتها فوق ممكن تشتغل. ايه تاني بيسمع في الهويستنج؟ ايه هو الهويستنج اصلا؟ ان انت رحت عملت console.log للاكس وبعد كده عرفت الاكس، فانت ناديت ثم عرفت، ده كده هيطلع ايه؟ ريفرنس ايرور، لان هو مش شايف الاكس. هو بيرجع ازاي؟ بيرن سطر سطر. لو الاكس ايكوال 5 فهو بيخزن الاكس بقيمتها، ثم يلاقي فيه سطر كود بيطبعه في الكونسول، فيبدا ان هو يروح يدور فوق على الاكس، لقاها يروح يطبعها. كنت وريتكم الكلام ده بالسورس عندنا في الكونسول شغال ازاي. تمام؟ طيب لو هي فانكشن دي حاجه اسمها ايه؟ ان هويستنج. طب لو هي هويستنج يبقى انت بتطبع الاول ثم بتعرف، ده كده مش هيشوف حاجه، لان هو لما يجي يرجع هيخبط في السقف مش هيلاقي اي فاريبل، فهيطلع لك حاجه اسمها ريفرنس ايرور، يعني مش لاقي القيمه اللي انت عايز تطلعها. احنا قلنا ان الفانكشن اول حاجه بتترندر عندنا في الجافا سكريبت، فسواء كنت كاتبها في الاخير في الاول هي اول حاجه بتتشاف. فاذا الفانكشن لا تؤثر فيها عمليه الهويستنج. الهويستنج كلمه يعني ده مفهوم، ده مصطلح عشان لو سمعته بعد كده في اي حته. طيب اتكلمنا على الايفال وقلنا مش هنستخدمها خالص، واليو ار ال. لو انا عايز اكاري ايرور جديد اعمل ايه؟ ده اسمه ايه؟ السطر ده ماشي ستيتمنت. ايه تاني؟ نعمل كونست. ايه؟ نعمل اوبجكت او كونست. ده اسمه ايه السطر ده؟ احنا والله قلنا في اول يوم. لا ايوه مش معقول الذكر. ايه؟ انستنت. طب حاجه ثانيه كونستراكتور. يبقى ده ما دام في نيو بكاري نيو اوبجكت اسمه ايرور اوله حرف كابيتال، يبقى ده يا اما اسمه انستنت يعني كرييت نيو انستنت، يا اما كونستراكتور. دي حاجه كده هتسمعوها بعد كده في الاو بي. طيب احنا قلنا الايرور، لو انت عايز تعمل ايرور فتقدر ان انت تعمل جنريت الايرور بتاعك، تحط المسج وفي الاخر ترميه ترمي ايه او تحذف الايرور بتاعك. تمام؟ عندك تو ميثود اللي انت تجيب التايب بتاعه الاسم بتاعه زي مين؟ زي دول النيم بتاعه واحده من الكذا دول من السته دول. طيب والمسج هي الرساله اللي بتظهر لك عشان تعرفك الغلط فين بالظبط. والحاجات الجديده الحلوه في الكونسول اللي هو بيقول لك الغلط في السطر فين؟ السطر الفلاني لو الايرور بسيط. غالبا بقى في جزء اي ممكن يجيب لك ايه مشكلته والحل على طول. ده لو انا دخلت كومبايلر اي صح؟ في اي بيبقى موجود على بيشرح الغلط ده حسب ايه بالظبط. في الفيجوال ستوديو كود؟ لا في الكونسول ذات نفسه. ممكن تبقى تقول لنا طيب في الجروب. طيب عندنا الهاندل بتاع الايرور نفسه. احنا عندنا اكتر من طريقه اللي انت تهندل بيها الايرور. ماشي خلاص. اكتر من طريقه، افضل طريقه هي التراي والكاتش. التراي بتعمل ايه؟ لو حصل غلط يعني
الله ينور عليك. يبقى التراي انا بحاول عشان انفذ الكود. الكاتش اول ما تمسك الايرور تعمل لها ايه؟ تطلع حاجه معينه. تمام؟ طيب كان في مثال، لا ما كانش في مثال، وقلنا التس. التس يعني ايه؟ يعني انا بشاور على حاجه مربوطه في ال HTML. لا مكتوبه في ال دي HTML. هي نفس الحاجة. الله ينور عليكي. يبقى this انا بشاور على حاجه جوايا. على سبيل المثال بقول انا، فجيت مثلا قلت مثلا اللي جوايا ده تبعي، فقلت this كذا بيعمل كذا. على سبيل المثال انا عرفت البوتن بالاي دي وقلت له ان انا لما هدوس على حضرتك هتعمل لي فانكشن معين. فبدل ما اكتب بوتن مرتين بكتبها this دي مش هنستخدمها كتير غير في الاو او بي، تمام، مع حاجه اسمها سوبر والكلام ده. طيب وكنت برجعك تاني تفتكر ان في شويه حاجات ليها علاقه باللوب زي الماب، الفلتر، الفاين والفايند اكس والفايند اوف اكس والريديوس. الماب بتعمل ايه؟ بحول كل الاري اللي جوه الماب. تعمل edit اول حاجه للحاجه إيه؟ تعمل edit بس وتبقى هي بتمر على كل اللي فات او كل الاري القديمه وتكريت اري جديده وبتقول لك ان انا هحول لك كله لحاجه جديده في الاري الجديده. طيب الفلتر بتعمل ايه؟ اسمع، الفلتر بتعمل ايه؟ ايوه اللي بتختلف ايه؟ اي حاجه بتبقاش يعني بتمسح اي حاجه في الاري اللي مش متنفذ عليها. هو الفلتر يعني ايه؟ مختلف. ما هو بيشيل. هي بتجيب لك الحاجه اللي انت عايزها خلصت. ما هو منقي لك المربع وعايز المربع بس، وفي الاخر المربع هو اللي طلع، بيطلعه برضه على هيئه اري. تمام؟ طيب الفايند بتعمل ايه؟ بيجيب لك الايتم نفسها. يعني لو هي دي الزرقاء اسمها يوسف هيجيب لك كلمه يوسف. اللهم صل على محمد. فايند اندكس بتعمل ايه بقى؟ بيجيب بيجيب لي رقم الاندكس اللي بيبدا من كام لكام؟ من الزيرو لكام في الحاله دي؟ الثلاثه. طيب اندكس اوف بتعمل نفس الفكره دي، بتجيب لي برضه رقم الاندكس. الريديوس بتعمل ايه؟ بتجمع كل اللي في الاري وتعمل عليها اوبريشن. على سبيل المثال قلت عايز 1 2 3 4 في اري، عايز اعمل لها ريديوس عشان اعمل عمليه السبمشن اللي هو اجمع الارقام دي 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 يطلع كام؟ 4 3 7 و2 9 و1 10 صح كده؟ يبقى في الاخر هيطلع نتيجه واحده. واتكلمنا عن الفلتر وقلنا الفلتر اهو بيبقى عندك رقم او عندك اري قديمه وبيبدا ان انت تفلتر على حسب الفانكشن بتاعتك. قلنا اي حاجه اكبر من 18 او يساويها هيطلع، فهيبدا ان هو يطلع اري جديده يطلع 32 33 40. وقلنا ان الفلتر مش بتكريت اري جديده ومش بتاثر على او مش بتتاثر او مش بتشتغل على الاري القديمه الفاضيه ومش بتاثر على الاري القديمه، يعني ما بتعملهاش ابديت. نفس الفكره في الماب، ان هي الفكره بس ان انت هتمر على كله وتضربها في 10، فهتقول 650 440 120 40. برضه بتعمل اري جديده بتنفذ الكود او مش بتتنفذ لو الاري القديمه فاضيه ومش بتاثر على الاري القديمه باي شيء. خش على الدوم وقلنا ايه الفرق ما بين الدوم والبوم. الدوم والبوم اسمائهم ايه اصلا؟ اختصار ليه؟ ايه؟ document object model. ايوه ده الدوم، دوكيمنت اوبجكت موديل. براوزر اوبجكت موديل. تمام. طيب البوم او البراوزر اوبجكت موديل كان تقدر تتحكم فين؟ في البراوزر نفسه. الاوبن دي كانت بتعمل ايه؟ تفتح تابه او ويندو جديده. طيب كلوز تقفل. طيب موف تو ايه؟ موف تو بحرك بس الشكل، لو هي ويندو بحركها من مكان لمكان. طيب سايز تو كبيره عريضه بتاع معرفش ايه. طيب سكرين ويدث وسكرين هايت بحدد الويدث والهايت بتاع الويندو لو اتفتحت قدامي. طيب
اللوكيشن اتشرف هتستخدمها في المشروع بتاع النهارده. تعمل ايه؟ بتجيب لك اليو ار ال بتاعك. على سبيل المثال لو انت على صفحه الاندكس وعايز تروح على صفحه اللوجن، فانت تقدر ان انت تقول لما تكليك على زرار معين هو مش A مش انكر، تقدر ان انت من خلال ويندوز دوت لوكيشن دوت اتشرف تحط اليو ار ال بتاعك فينتقل من الصفحه دي للصفحه دي. وهشوفها دلوقتي على سبيل المثال. ادي هو الكابتن ده، وتشوف الداشبورد. لازم ابص لك كده. لا خالص. ايه يا كابتن؟ مين مزعل؟ اتش يو كيو واي ماشي. فين انزل يا سيد، تعالى يا سيد. بص شايف دي؟ شايف السطر ده؟ انا قلت له لما تدوس على، انتوا شايفين دي؟ لما تدوس على الزرار ده حول لي، خليها تعمل دايركشن لمكان تاني للاندكس دوت اتش تي ام ال، ترجع يعني ورا. تمام؟ ممكن تروح في حته تانيه. طيب الهوست نيم والباث نيم ايه الفرق ما بينهم؟ بيرجع الجميل ده اللي هو الاسم بتاع السايت نفسه. انا واحد. اللي هو www.google.com. انا واحد. اللي هو هوست نيم. هوست نيم بيرجع الدومين من اول www.كذا.com. ها. الباث نيم ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه يا كابتن؟ بيعمل ايه؟ انت عايز تراجع الجافا سكريبت وانت قاعد نايم خالص. عامة بنقول الهوست اللي يرجع الملف مثلا. لو انا فاتح لوكال يبقى هيجيب لي الدايركشن اللي انا موجود عليه على الجهاز. على سبيل المثال انا دلوقتي فاتح الكابتن ده هنا اهو، ده مفتوح فين؟ اهو في الحته اللي فوق. في فايل اسمه بلوج اب، فايل اسمه داشبورد، فايل اسمه داشبورد سي اس اس وهكذا، او دوت جافا سكريبت. تمام؟ طيب البروتوكول، ايه هو البروتوكول عندنا؟ ايه الفرق بين اتش تي بي و اتش تي بي اس؟ عمليه التشفير نفسها. اتش تي بي هو سكيور بس قديم شويه، بقى الناس تقدر ان هي تخش عليه عادي. الموقع بتاعنا باي ديفولت بيكون اتش تي بي. تمام؟ لما تيجي تشتغل على سيرفر زي سترابي برضه بيكون اتش تي بي. اتش تي بي اس دي شهاده اسمها اس اس اتش، بيتم اصدارها لما تكون على هوست او لما تكون على ترفع الموقع بتاعك على دومين معين او على هوست معين زي هوستنجر، فبيديك حاجه اسمها HTTPS سيكيور اللي في النهايه. تمام؟ طيب والاساين ده في عمليه اللود عشان تحمل صفحه جديده. هيستوري باك وهيستوري فور تعمل ايه؟ شايفين الزرارين دول؟ هيستوري باك وهيستوري فور. يبقى لو انا عايز ارجع ورا بدوس على هيستوري باك، لو عايز اطلع قدام هيستوري فور. طيب يمكن من اهم الحاجات بتاعت البوم السيت تايم اوت والسيت انترفال والكلير انترفال. سيت تايم اوت تعمل ايه؟ اللي عايز تراجع الجافا سكريبت تحط تايم اوت للفانكشن يعني مثلا تتنفذ بعد 10 ثواني. يبقى في ديلي في البدايه ثم ينفذ مره ويخلص. زي صفحه اللوجن اللي بتظهر لك دي. صفحه اللوجن العروض اللي بتظهر قبل ما تفتح الصفحه. العروض مثلا او التويستد اللي بتظهر تحت. صح، الله ينور عليك. تمام. طيب السيت انترفال تعمل ايه؟ الله ينور عليك. محتاجه ايه عشان تقف؟ كلير انترفال. طيب عملنا ابلكيشن صغير وقلنا ان هو السيت تايم اوت بينفذ الكود مره واحده بعد وقت معين، بعد 3 ثواني بعدين نفذ الكود. ثم الكابتن اسمه سيت انترفال بتنفذ الكود كل فتره زمنيه محدده بشكل متكرر. كل 3 ثواني هينفذ الكود ومحدش هيوقفه خالص لغايه واجيب له كلير انترفال
اللي هي بتستخدم مع السيت انترفال عشان توقف الكود اللي شغال. فبعد ما يخلص ده اهو ادخله جوه السيت تايم اوت عشان بعد 10 ثواني يبدا ان هو يوقف لي البيب بيب اللي كل شويه عمال كل ثانيتين تشتغل. تمام؟ عملنا كابتن ده ونيجي على الدوم. قلنا الدوم ان كل حاجه موجوده عندك في صفحه ال HTML. تمام؟ دوكيومنت اوبجكت موديل. وانا لو انت عايز تاكسس النودز اللي جوه نود او element او تاج نيم او تاج اسم، دي كلها مصطلحات هتسمعها على الاليمنت الموجوده عندك في ال HTML. تمام؟ طيب عندك الجيت element باي اي دي، ده اللي بيجيب لي العنصر اللي معاه اي دي معين. هتلاحظ ان هو طريقه الكتابه كامل كيس، مفيش هنا اسم. اما في الجيت elements باي كلاس نيم، لان ممكن يكون في عنصر عنده اكتر من كلاس. جيت elements باي تاج نيم ممكن يكون في اكتر من تاج بنفس الاسم. كويري سيلكتور لو انا عندي باراجراف وقلت كويري سيلكتور باراجراف، هيجيب لي انه واحد من الثلاثه. اول واحد فقط، يبقى الكويري سيلكتور بيبقى لي اول واحد طالع عنده او ظهر عنده. طيب كويري اول سيلكتور او كويري سيلكتور اول تقريبا حاجه زي كده، بتعمل ايه؟ كل البي هيجيبها لي او هيمسكها لي. طيب انر HTML تعمل ايه؟ طلع لي حاجه اللي جوه الله ينور عليك، لو انا عندي تاج يبقى هتطلع لي اللي جواه. فلو هي كانت H1 فهيطلعها لي بولد. طيب انر تكست لو كتبت اللي فوق هتطلع بس زي ما هي، فكانها بلين تكست او كانها كتابه نصيه عادي، مش هيفرق ما بين التاج وما بين التكست الداخلي. طيب انا قلنا حاجه في السكيور، لو انا هستخدم ايه الافضل بالنسبه للسكيورتي؟ الانر HTML انر تكست ولا تكست كونتنت؟ السبب ايه؟ حد فاكر؟ ليه؟ ايوه ليه طيب؟ يعني هتفكرني ازاي؟ محدش فاكر خالص؟ بيبعت لي هو بيدخل على حاجه في الفايلات. فاكر لما قلت لك في الانبوت بيحط تاج سكريبت كده خفي خبيث، يبدا ان هو يروح للداتابيز يترندر فيقرا كل اليوزرز اللي عند مثلا الداتابيز بتاعت البنك. فاللي كانت تمنعني حاجه زي كده هي حاجه اسمها تكست كونتنت. فالانر HTML يسمح لك عمليه الهاكينج، اما التكست كونتنت تاج سكريبت. تاج سكريبت ايه؟ يعني ممكن جوه الانر HTML تحط تاج سكريبت. صح، عندك حق، عشان كده بنستخدم ايه؟ التكست كونتنت. طيب لو انا عايز الون يبقى عندي دوت ستايل دوت كلر. هنا في ستايل. انتوا بتعملوا ايه يا شباب؟ بتعملوا ايه؟ لا ماشي. لو انا عايز اعمل ستايل يبقى دوت ستايل دوت كلر. لو عايز اعمل باك جراوند كلر يبقى دوت ستايل دوت باك جراوند كلر. ولاحظ ان الكتابه كمان كيس في السي سي اس كانت كباب كيس. طيب دوت ستايل دوت ديسبلاي دوت ستايل مثلا دوت فيزابيلتي على سبيل المثال. طب لو انا عايز اضيف كلاس فانا عندي طريقتين، عندي حاجه اسمها كلاس ليست وكلاس نيم. ايه الفرق ما بينهم؟ كلاس ليست وكلاس ايه؟ نيم. فرق ما بين الاثنين ايه؟ ايه الفرق ما بين كلاس ليست وكلاس نيم؟ كلاس نيم كلاس ليست. ايه الفرق؟ في فرق. هتجيبها يا بص هتجيبها. اتفضل. الكلاس ليست تقريبا بيتحط اكتر من عنصر عكس الكلاس نيم. كلاس نيم بتحط اسم الكلاس ذات نفسه جوه القوسين، لكن الكلاس ليست يعني المفروض ان بعدها لازم اضيف كونفرت على الكلاس، يعني احط اي حاجه جديده. الكلاس ليست ممكن تبقى البروبرتي زي الاد والريموف والتوجل، انما الكلاس نيم ده نيم بس مش اكتر. ماشي، بص الاجابه. لو انا قلت كلاس هي دوكيومنت دوت كلاس ليست، فمنتظر مني ثلاث حاجات، يا اما اد ويبقى الاد دي فانكشن،
داخلها بارامتر از سترينج، يا اما ريموف يبقى دي برضه فانكشن منتظره مني بارامتر از سترينج، يا اما توجل ونفس الفكره دي فانكشن منتظره مني بارامتر سترينج. هنا بتحط وورد كلاس فقط، تحط اسم الكلاس فقط. على سبيل المثال بي تي ال بي تي ال بي تي ال، هنا بتضيف لك البي تي ال، هنا بتمسح لك البي تي ال، هنا بتفضل تعمل اضافه ومسح مع كل كليكايه. عملت كليك ضافت، عملت كليك اتمسحت. طيب يبقى هنا انا بحط 1 كلاس فقط. اما الكلاس نيم، وهنا بيبقى فيه قبلها دوكيومنت كلاس نيم، ما بيبقاش فانكشن، بتاخد قيمه، بتقدر ان انت جواها تحط اكتر من كلاس. ادي اول كلاس، تاني كلاس بي تي ال داش برايمري، يبقى اللون بتاعه لون ايه؟ ازرق على سبيل المثال. يبقى الفرق ما بين كلاس نيم وكلاس ليست ان الكلاس نيم تقدر ان هي تاخد اكتر من كلاس، اما في الكلاس ليست مع عمليه الاتريبيوت اللي قال عليها حسين اد او توجل او ريموف تاخد 1 كلاس فقط. اتفقنا؟ طيب يلا بينا. قلنا لو انت عايز تكريت element فانت عندك create element، عايز تحط اتريبيوت في طريقه ثانيه افضل من دي اسمها set attribute. الست اتريبيوت بتحط حاجتين، اسم الاتريبيوت على سبيل المثال لو هو input ممكن تحط type او place holder او ID او class، وتحط الفاليو بتاع التايب ده. تمام؟ تكست، ايميل، باسورد، هكذا. في حاجه مش فاهم؟ طيب اعيد اشرحها. تمام ماشي. كرييت تكست نوت هي كانك بتكتب تكست. تمام؟ وكرييت كومنت لو عايز تظهر عندك في الكود بتاعك، وابندد تشايلد. ابندد تشايلد يعني بيجيب التشايلد من البابا ذات نفسه. ايوه. طيب هنا مين البابا وهنا مين التشايلد؟ البابا اللي هو السكشن. اللهم صل على محمد. السكشن هو البابا، لكن التشايلد اللي هو الباراجراف اللي هو يبقى ده اللي هيكون جوه البيرنسيز هو اللي هيتحط جوه مين؟ جوه السكشن. يبقى لو قلت سكشن دوت ابند تشايلد يبقى هيبقى منتظر التشايلد يتحط جوه البيرنت بتاعه. طيب انسرت فوق بي 4 تعمل ايه؟ انسرت بفوق ايه؟ مين ليه؟ طب اعمل ايه طيب؟ سيرت بيفور يعني تحط حاجه. طيب الكابتن الصغير ده بيفكركم بحاجه اللي هو الايفن الماوس، اي حركه فيها لو قلت اون كليك يبقى منتظر مني اعمل دوسه واحده، لما تدوس عليها هتعمل فانكشن معين. طيب اون دبل كليك دي بي ال، اون دي بي ال يعني دبل، ايه اللي هيحصل؟ ادوس عليها مرتين. طيب اون ماوس اوفر اجيب الماوس عليه. طيب والماوس موف شيل الماوس من عليه. طيب اون ماوس داون انت طبعا كل شويه عمال تتحرك جوه البوتن او جوه الاليمنت نفسه. تمام؟ طيب كيبورد عندنا اون كي داون يعني اهو لسه دايس، ها كل ما ادوس او كل ما انا دايس بيعمل اكشن معين. كل شويه يقول لي مثلا هلو 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 هلو، شلت وقف الهلو. طيب اخترت زرار معين ودوست عليه، دي حاجه اسمها اون كي اب، يبقى اخترت حاجه معينه زرار معين في الكيبورد